الزمالك يفلت من كمين بروكسي. الحقيقة وراء صدمة الفيفا وإيقاف القيد. البتر هو الحل. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اليوم هنتكلم في موضوعين مهمين جدا، فأتمنى منكم لايك وشير وتشتركوا في القناة. الموضوع الأولاني اللي هنتكلم فيه هو أين هيبة الزمالك مع بروكسي. بصراحة الواحد خرج من شعوره في المباراة أكتر من مرة، لأن لعيبة بلا روح ومباراة بلا روح. هذه النسخة الأسوأ على الإطلاق من لعيبة الزمالك في مباراة الزمالك وبروكسي دور ال 32 كأس مصر، الذي فاز فيها الزمالك 3-2. الآن ما نقدرش إن احنا نقيم المدرب في هذا الوقت. ليه؟ لأن هو عنده لعيبة مش كويسة ولعيبة نست الكورة، وعلشان كده ما نقدرش نتكلم عن المدرب، لأن هو كمان جاي بيصلح ما أفسده المدرب فيريرا. الزمالك كان بيواجه فريق من الدرجة الثانية، تم تأسيسه 2018. الفريق كان جاي خايف المفروض من الزمالك جدا، كان المفروض انك انت بتدوس عليه وتخلص المباراة في الاول، ولكن احنا دخلنا المباراة، دخلوا معانا في المباراة واصبحوا كمان متقدمين علينا لغاية الدقيقة 77، حتى ان حصل تغييرات في الشوط الثاني، ولكن هذه التغييرات ما كانتش حلوه. ما عدا لاعب واحد هو مصطفى شلبي، عمل اداء مميز جدا وكان سبب في المكسب. صعود الزمالك للدور 16 هو صعود زي الخساره كده، مثل الخساره. كانت ردود فعل اللعيبه لما كان بيخش هدف كان عادي عندهم، يعني ما فيش نخوه، كله كان فيه نوع من البرود. مباراة بروكسي هي تعتبر مباراة كاشفة لهؤلاء اللاعبين. خط الدفاع كان سيء جدا، كان محمود شبانة وحسام عبد المجيد كانوا سيئين، كان دفاع شوارع. خط الوسط ما كانش موجود خالص وكان بطيء جدا. وعرفنا من خلال هذا الماتش القيمة الحقيقية لثلاث لعيبة هم زيزو واحمد فتوح ومحمود الونش. في الواقع ان يجب ان كل هذه اللعيبه تمشي، وعلى الاقل بيمشي منهم 60%. ليه؟ للسنه اللي جايه باذن الله، لان هم ما بيصلحوش للعب في نادي الزمالك. الاجانب كلهم في رايي ان هم كمان يمشي، ونجيب اجانب على مستوى عالي يكونوا اقوى من كده، لان لازم يكون في اجانب مميزين. يعني نضع كل فلوس الزمالك في الاجانب اللي هم مميزين، لان الوضع اصبح صعب جدا. الزمالك كمان محتاج لعيبه تعرف قيمه نادي الزمالك وتحارب علشان قيمه نادي الزمالك، لان في البطوله العربيه ويجب على الزمالك ان هو يعمل تدعيم، لان الوضع اصبح صعب جدا جدا جدا. وبعدين ما ننساش كمان ان يوم السبت القادم هي مباراة الزمالك مع الاسماعيلي في الدوري الممتاز، ولازم نفهم ان الزمالك كسب المباراة بشق الانفس، وكان خط دفاع بطيء جدا واداء كارثي للزمالك، وكان يوجد فيه كمان فجوة في خط النص، وكان فيه كمان عدم رجوع اللعيبة في للدفاع من الخلف. ده أول موضوع كنا بنتكلم فيه. دلوقتي هنتكلم في الموضوع الثاني اللي هو الحقيقة وراء صدمة الفيفا وإيقاف القيد. خرج خبر من شوية كده إن الزمالك خسر القضية في الفيفا، وإن الزمالك مهدد بإيقاف القيد. هي القصة عبارة عن إن اللاعب أتشمبونج رفع قضية في الفيفا، كسب القضية، والزمالك كان عنده 45 يوم للدفع الفلوس، وإذا لم يدفع الزمالك هيقف له القيد 3 فترات. المبلغ كام؟ المبلغ 180 ألف يورو مع غرامة 5%. هي بادئة من 23 سبتمبر 2023. لو الزمالك ما دفعش هيقف له القيد 3 فترات. الزمالك اصلا في الاصل كان بيدفع الفلوس بتاع اتشمبونج وعامل تسويه، ولكن بسبب الحجز على الارصده وتوفير عمله صعبه اصبح صعب جدا انك توفرها، حصل مشكله في السداد الدفعات. اللاعب حرك دعوه تاني في غرفه فض المنازعات الى المنازعات الى اللي هي حكمت للاعب
وكسب القضية. الزمالك عنده 45 يوم للدفع. الزمالك طلب الحيثيات، وبعد ما يوصل له الحيثيات ديت هيقف الحكم، بعدها هيطعن في الحكم في المحكمة الرياضية الدولية. طبعا الموضوع ده يا جماعة هياخد وقت طويل جدا، يعني ما تصدقوش ان الزمالك هيقف له القيد. خلي الناس كده تريح دماغها ومفيش حاجة هتحدث من دي. الزمالك اكيد هيعمل اتفاق مع اتشومبونج، وهيعمل معاه تسوية قبل حتى ما يروحوا للمحاكم الدولية، فلا نقلق من ايقاف القيد. ده كانت كل المواضيع اللي عندي النهارده. اتمنى ان الموضوعين دولت يكونوا عجبوكم، ويا ريت تعملوا لي لايك وتعملوا شير وتشتركوا في القناه. وبحب اشكركم على انكم استمعتوا لي واديتوني من وقتكم، ويا رب اشوفكم بخير في فيديو كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.